اكيد نفسك بلدك تبقى زي الامارات او السعوديه او قطر، او على الاقل يجيلك عقد شغل هناك، كل ده بفضل البترول والغاز. لكن عايز اقول لك انك غلطان، والدنيا مش بالسهوله دي. النفط زي ما هو نعمه بالنسبه لبلاد، ممكن يكون لعنه على بلاد تانية، وممكن يحولها لخراب، بل انه ممكن يدمر الدوله سياسيا واقتصاديا، وينهش في المجتمع بتاعها، وتلاقي شعوبها بتشحت ومش لاقيه تاكل. النهارده هنتكلم عن لعنه النفط، وايه اللي ممكن يعمله الذهب الاسود في بلدك، وهل هو نعمه ولا نقمه. انا محمود طولان، وتعال نشوف الرابط. ظهور النفط والبترول حرفيا غير العالم بشكل جذري تماما، وده في كل نواحي الحياه، سواء بقى اقتصاديا او تكنولوجيا او حتى اجتماعيا، لدرجه ان هو بقى دلوقتي شريان الحياه الاقتصاديه في كل العالم، وخلى دول تتحول لقوه اقتصاديه ضخمه في العالم بتريليونات الدولارات، بعد ما كانت دول ما فيهاش اي موارد كافيه. لكن النفط اللي كل العالم نفسه فيه ده ممكن يقلب ويتحول للعنه تدمر الدول اللي ظهر فيها. خد عندك دوله زي فنزويلا، دوله عندها اكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم، 303 مليار برميل نفط، ومع ذلك دولة فقيرة والفساد فيها مستشري في كل نواحي الحياة. بل إن النفط ذات نفسه عمل لفنزويلا أزمة اقتصادية مرعبة في 2013، ودمر لها اقتصادها تماما. تفتكر ليه حصلت حاجة زي كده مع إن النفط مفروض يكون نعمة على فنزويلا؟ ركز معايا. في 2013 كان اقتصاد فنزويلا بيعتمد بشكل شبه كامل على النفط، حوالي 95% من الاقتصاد كان جاي على عائدات النفط وقتها، وكانت فنزويلا بتنتج حوالي 3.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام. وفجأة نزلت أسعار النفط من 100 دولار للبرميل ل 40 دولار للبرميل، وكل ده بسبب الثورة اللي حصلت في النفط الصخري الأمريكي. يعني النفط نزل لأقل من النص، وفي بلد صادراته 95% منها عائدات نفط. الموضوع حرفيا كان كارثة كبرى. وصلت معدلات التضخم في فنزويلا ساعتها ل 60%، لدرجة ان الناس ما بقتش قادرة تشتري الاكل والعلاج، وكل ده بسبب اعتماد البلد الكبير على النفط فقط. وفنزويلا دي مش حالة خاصة، مثلا عندك روسيا كمثال. في 2014 الاقتصاد الروسي دخل في حالة ركود بسبب اسعار النفط وقتها، وفقد المستثمرين الثقة في الاقتصاد الروسي، وبدأت الاموال تخرج بره الاقتصاد، لدرجة ان الروس وقتها كانوا بينزلوا يشتروا اي حاجة حرفيا، غسالات، اجهزة تلفزيون، وحتى لابتوبات. وكل ده عشان يتخلصوا من الروبل اللي في ايديهم، لانهم عارفين ان قيمته بتقل مع كل دقيقه بتعدي. وكل ده برضه بسبب تقلب اسعار النفط اللي بيمثل حوالي 50% من صادرات روسيا للخارج. طيب هل النفط المشكله هنا؟ لا، النفط في حد ذاته مش مشكله، لكن الاعتماد الكامل عليه هو المشكله الكبيره، لانه بيخليك عرضه لصدمات قويه جدا ممكن تدمر اقتصادك في اي لحظه. عندك مثلا دوله زي الامارات قدرت انها توظف عائدات النفط بشكل ممتاز، وتستثمرها بشكل كبير في قطاعات زي السياحه والطيران والخدمات الماليه والبنكيه وحتى العقارات. مدينه زي دبي حاليا بقت مركز عالمي للتجاره والسياحه، وكل ده جاي من تقليل الامارات اعتمادها على النفط بشكل ممتاز. يعني عندك مثلا في 1975 مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات كانت بتوصل ل 77%، وفي سنة 2020 وصلت ل 17.3% فقط، وده بحسب تقرير الحكومة الإماراتية. ووصلت مساهمة القطاع غير النفطي في الربع الثاني من عام 2024 ل 74.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت مساهمة القطاع النفطي ل 25% فقط. وده درس بتحاول دولة زي السعودية حاليا تطبقه في رؤية 2030. لكن تأثير النفط مش بيقف على الاقتصاد، لا، ده الموضوع حرفيا بيتطور عن كده وبيضرب كل مناحي الحياة. من أهم الأمور دي هي السياسة. وفرة الموارد في الدولة سواء النفط أو الغاز ممكن يكون ليه تداعيات سياسية كارثية، وهقول لك إزاي حالا. النفط بيساعد على قيام الحروب، وده اللي قالته أيدا تاربل، واحدة من أهم الصحفيات في تاريخ أمريكا، والست اللي بيتم وصفها بأنها اللي صنعت الصحافة المعاصرة. وبتقول إن الضرورة الأولى والأكثر حتمية في الحرب هي المال، لأن المال هو كل حاجة حرفيا. المال هو الرجالة والسلاح وحتى الذخيرة. وعشان كده بيقول الكاتب الإنجليزي مايكل روس في كتابه ذا أويل كيرس، بيقول إن وجود النفط في دولة ما بيخلي احتمالية نشوب حرب أهلية في البلد أكتر احتمالا من غيرها. ومن أشهر الأمثلة عندنا في القصة دي هي نيجيريا، صاحبة أكبر إنتاج للنفط في أفريقيا، واللي بيعتبر المصدر الأساسي للدخل في نيجيريا، وتقريبا الوحيد. وده لأن عائدات النفط تقريبا 90% من الدخل القومي للبلد، بإنتاج يومي بيوصل ل 1.5 مليون برميل يوميا، وده بحسب التقرير اللي نشرته S&P جلوبال. ورغم كل ده بنتكلم إن أكتر من 40% من سكان البلاد بيقعوا تحت خط الفقر
الفقر. وفي 2012 بتقول الإحصائيات الرسمية إن حوالي 70% من السكان كانوا بيعيشوا بدولار واحد بس في اليوم، ومن 1999 لسنة 2021 ارتفع الدين بنسبة 658%. تقول لي ليه كل ده؟ هقول لك بسبب تبعات الحرب الأهلية النيجيرية اللي قامت سنة 1967 بسبب تنافس المجموعات العرقية على عائدات النفط، ومن بعدها الفساد انتشر في البلد بشكل لا يمكن تتخيله. صحيح إن نيجيريا بتنتج حوالي 1.5 مليون برميل، بس بحسب S&P جلوبال فهم المفروض بينتجوا أكتر من 2.2 مليون برميل يوميا، بس بسبب الصراعات والفساد والسرقة الإنتاج قل ل1.5 مليون برميل يوميا. تقول لي يعني النفط بيعمل حروب؟ ما عند السعودية زي الفل وأمريكا زي الفل. هقول لك خلي بالك من نقطة. أولا احنا بنقول إنها بتزود احتمالية نشوب الحروب الأهلية، وده مشروط بتوفير عوامل تانية إضافية زي التفكك الداخلي والتدخل الخارجي، وده بحسب كلام مايكل روس. وفوق التأثير السياسي والتأثير الاقتصادي هتلاقي إن وفرة النفط في الدول الفقيرة بتأثر اجتماعيا على البلد، وبيكون سبب من أسباب سيادة المجتمع الذكوري فيها وإقصاء المرأة، وده بحسب المقال اللي نشره موقع ساينس دايركت واللي خد جايزة هاينز إيولا لأحسن مقال في سنة 2009. فكرته ببساطة بتقول إن مع وفرة البترول الحكومة عائداتها بتكون ضخمة جدا، وبالتالي مش محتاجة لقطاعات تصديرية زي الزراعة والتصنيع، بل على العكس بتصرف فلوسها في قطاعات أخرى زي البناء والبنية التحتية، ودي قطاعات بطبيعتها بيسيطر عليها الرجال. ولما الرجالة يسيطروا على القطاعات دي هيبقى معاهم فلوس أكتر، فهتتركز القوة في إيديهم أكتر، ويتحول المجتمع لمجتمع ذكوري ذو سلطة أبوية. وده نفس الكلام اللي بيقوله مايكل روس، اللي بيقول إن الاعتقاد السائد بأن الفكر الإسلامي هو السبب في إن المرأة في الشرق الأوسط مهمشة ده اعتقاد خاطئ أو على الأقل مغلوط. وبيقول إن سبب من أسباب إقصاء المرأة من المجتمع ده هو إصابة المجتمع بلعنة النفط. طيب كده المشكلة فين؟ المشكلة ببساطة في سوء استخدام الموارد. يعني البترول في حد ذاته ملوش دعوة، هو مصدر مربح جدا للأموال، لكنه ما ينفعش يكون المصدر الوحيد لأي بلد، لأن ده زي ما قلنا بيعرضنا لمخاطر كبيرة جدا. وعلشان كده دولة زي الإمارات قللت اعتمادها على النفط، والسعودية طبعا ماشية في نفس الطريق. وما نسيوش أبدا إن النفط هو اللي وصلهم للي هم فيه دلوقتي، ولولاه ما كانوش هيقدروا يكونوا اقتصادات بمليارات الدولارات. المهم أنت شايف إيه؟ هل النفط نعمة ولا نقمة؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تدعمنا باللايك، كالعادة شير الرابط.